بتقطعي نفسك كل يوم على المشايه او على العجله وبتنزلي من عليهم وتعصري هدومك كده تنزل كميه عرق ملهاش اول من اخر، والميزان فعلا بينزل. بس تيجي تقفي قدام المرايه تلاقي جسمك مش مظبط شويه، وتيجي لما تسلمي على حد تلاقي دراعك من ورا بيتهز شويه كده، وهدومك مش مظبوطه في منطقه الارداف. طب ايه رايك ان الجري الزياده ده او الكارديو الزياده هو اللي بيخلي جسمك ينزل عضلات وانت محتاجه كميه العضلات؟ بصي يا انسه، حضرتك في الحاله دي بيبقى اسمك سكيني فات، حضرتك اوريدي وزنك نزل وكل حاجه مظبوطه، ولكن لسه في عندك دهون في الجسم شكلها مش لطيف ومخليها الجلد شكله مترهل. يعني حضرتك رفيعه على الميزان بس ما زال لسه عندنا في الجسم دهون عاليه. لان الكارديو لوحده بيحرق سعرات اوكي، ولكن مش بيشكل الجسم. حضرتك عشان تبداي تشكلي الجسم بتاعك محتاجه تمسكي حديد، حضرتك محتاجه تتمرني تمارين مقاومه، وصدقيني عمر ما هيطلع لك عضلات، المره المليون مش هيطلع لك عضلات زي الرجاله. عشان يطلع لك عضلات زي الرجاله حضرتك محتاجه يبقى عندك مصنع هرمون تستوستيرون في جسمك علشان تبقي زيهم. فالحل الوحيد والسحر عشان تبداي تحصلي على شويه الكيرفات اللي احنا بنتكلم عنهم دول انك تنزلي الجيم او حتى تتمرني في البيت تمارينات مقاومه. يعني مثلا نبدا نكبر الجلوتس شويه علشان نشيل الخفسه اللي موجوده، نتمرن تمارين للكتف علشان يعرض الكتف حاجه بسيطه، فبالتالي تلاقي نفسك اعرض حاجه بسيطه بس مرسومه من فوق، وهتلاقي وسطك صغر اوتوماتيك من غير ما حضرتك اصلا تكوني بتتمرني بطن. يعني الخلاصه الميزان ده حته حديده كداب، لو تقدري ترميه من الشباك ارميه من الشباك عادي، لكن لو عايزه جسم مظبوط ومفيش فيه حته بتتهز يبقى حضرتك المفروض تتمرني تمارين مقاومه. انا سبت لك في الكابشن تحت اهم 3 تمارين تتمرنيهم في الجيم علشان تشدي دراعاتك وترفعي منطقه الارداف في اقل من شهر، انزلي شوفيهم تحت وما تنسيش تعملي فولو.